الله وبركاته. مرحبا بكم كاملين في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. فيديو اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي شاغل الرأي العام المغربي كامل، واللي خلى مواقع التواصل الاجتماعي شاعلة، وهو القرارات الجديدة ديال الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بخصوص نهائي المغرب ضد السنغال. قرارات صدمات الجمهور المغربي، وحيت بزاف الناس شافوا فيها ظلم واضح، وخاصة أن العقوبات كانت أقسى على المنتخب المغربي، مع أن السنغال هي اللي انسحبت من الملعب. وخليكم معايا للنهاية، حيث غادي نفصلوا في كل شيء نقطة بنقطة. مشات الكاف انا ما فهمتهاش، كنا كنتسناو فاش خرج عقوبات للسنغال ولاش بخرج لينا حنا عقوبات. حكيمي ما يلعبش جوج ماتشات، سيباري 3 الماتشات ما يلعبهمش ويخلص 100 مليون، والجماعات خلص 300 مليون. حكاو الواد على قبل جميع الكرات وعلى اللي كيديروا الليزر. فهمتش هادشي والله، ما فهمت فيه شي حاجه بالله. دابا مرجعوا شوية اللي وقع في النهائي. المباراة كانت مشحونة، التوتر كان كبير، والقرارات التحكيمية زادت عكرات الأجواء. من بعد ضربة الجزاء اللي تعطات في آخر الدقائق، لاعبي السنغال قرروا ينسحبوا من التيران واحتجوا على الحكم، وهنا وقعت الفوضى. توقف اللعب، احتجاجات، وتدخل الطاقم التقني. من بعد دقائق رجعت المباراة وتكملات، ولكن الحدث بقى عالق، حيث قانونيا الانسحاب من الملعب كيعتبر مخالفة خطيرة، وكان ممكن يوصل حتى لإلغاء المباراة أو تغيير النتيجة. اليوم الكاف خرجت بالقرار ديالها، وأول حاجة قررتها هي تثبيت تتويج السنغال باللقب ورفض الطعن اللي تقدم به المغرب. وقالت الكاف إنه الانسحاب كان مؤقت وما كيستاهاش عقوبة رياضية كبيرة بحال سحب اللقب أو إعادة المباراة. دابا نمشيو للعقوبات. بالنسبة للسنغال كانت غرامات مالية وإيقافات لبعض اللاعبين وأفراد من الطاقم التقني، ولكن بزاف المتابعين كيشوفوا أن هاد العقوبات ماشي في مستوى الحدث، وخاصة أن التصرف كان علني وقدام العالم كامل. أما بالنسبة للمغرب فهنا بدا الغضب الحقيقي، حيث كانت غرامات مالية أكبر وإيقافات لعدد من اللاعبين وعقوبات مرتبطة بأحداث تنظيمية. والسؤال اللي كيطرح بقوة، كيفاش المغرب يتعاقب أكثر وهو ما انسحبش من المباراة؟ هادشي خلى الجمهور المغربي كيحس بالحكرة، وبأن المعايير ديال الكاف ماشي واضحة وماشي متساوية بين المنتخبات. اقسم بالله العلي العظيم ما قدرت نصرط. انا غادي للبيرو صافي تحبست، صافي ما قادش كاع، ما بغاتش تسرط ليا والو اصاحبي. شوف، انا عندي غير طلب واحد، فهمتيني؟ انا عندي غير طلب واحد. الا كان فعلا المغرب دار مع السنغال نفس البلان اللي دار ابراهيم دياس في البيلانتي باش جا داك وجه الويل للبرلمان، الا كنتو في ديك اللحظه نتوما درتو لنا البانينكا في البرلمان، غير يقولوها لنا الله يرحم الوالدين، ما بقاوش نتفرجوا في هذا المنتخب. الا كان جا هذاك الوزير ولا داك الرئيس للبرلمان وتساوات تما كما وقع في البيلانتي والله اعلم، قولوا لنا الله يرحم لكم الوالدين، ما بقاوش نتفرجوا في هذا المنتخب. حنا كنا عارفين الكاف، نهار حنا ما بقيناش باغيين ننظموا بسبب ايبولا نزلوا علينا ما عطلوناش. راه هاد العقوبات اللي خرجت والله حتى اكبر مهزله، قسما بالله الى اكبر مهزله واكبر فضيحه. تقول المغرب هو اللي انسحب، تقول المغرب هو اللي انسحب والسنغال هما اللي كانوا كيسرقوا الفوطات. هادشي، هاد المهزله هادي والقجع اللي محكم في الكولاسات. واش هل فيكم رجل رشيد؟ الناس دابا اللي تيبقاو يقولوا كولاسه كولاسه، خدم غير عقلك واش كاين شي كولاسه. وكانت عندك ورقه تضغط بها، ورقه ديال تنظيم كاس نسوي ديال العيالات اللي غيتلعب هذه، كانت عندك ورقه، كان عندك بزاف ديال الاوراق تلعب عليهم ما لعبتيش عليهم. اش هاد القاره كحله اصاحبي، اش هاد القاره الكحله، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، راه ما تفهم ليا والو. دابا صافي راه اي منتخب ما غاتبقاش ما عجبوش شي قرار غينسحب. اش فيها 5 الماتشات 100,000 دولار؟
100,000 دولار يخلصها لي عادي، ها من الجمهور يخلصها لي يا صاحبي. شنو شاد الكارثه هادي، شاد الفضيحه هادي. والله انا ما كرهت كون المغربيين سحبوا صاحبي من تنظيم كاع هاد البطولات وخليهم يعاقبونا مدى الحياه، كاع ما بقاوش يلعبوا ما وكاع هاد القاره هادي كاع. ذاك النهار في الفيديو قلت لكم راه المغربي تيما صاحبي، المغربي تيما صاحبي في قاره كحله ما. غير هي كما قلت لكم الله يرحم الوالدين، الا كنتو درتو لنا بانين كتاحنا في البرلمان قولوا لنا ما بقاوش نتفرجوا في المنتخب اصاحبي، ما بقاش نتفرج في كاع المنتخب اصاحبي. فين ما غنبقى مريح نبقى موسوسه بوحدي اصاحبي. بيلانتي ضيعنا على ود البطوله، عقوب راه ما يمكنش اصاحبي. وما تحمقوناش الله يرحم لكم الوالدين. حكيمي اش دار؟ حكيمي شنو دار عباد الله؟ معاقبين حكيمي، السيباري تعرض للخونه، ولكن حكيمي اش دار؟ حيت قال لي الجمهور حيد الفوضى، حيت تبع الويل قال لهم كملوا معنا الماتش. اش دار حكيمي؟ تشوف تعيا وكتقول لاش غادي تلوم هادو ولاش وانت المدرب جايب لك سبيطار مكسل تما، سبيطار مكسل مو كامل تما موراك، تيدور البونتوش ما تيلقى شكون يدخل. علاش قصوحيه الراس؟ بداو عاوتاني غنرجعوا غنلصقوا على مو المدرب. غير اخويا كره تمو هذا المنتخب، كره تمو هاد الكره، كره تمو انا كاع. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. كرهتونا فما كوره كاع، رئيس كيدوي من تما وزير شي كيسبق هادي المغاربه خوتنا كذا. ما فهمتش، ما بقينا فاهمين والو، ما بقينا عارفين شكون اللي معاك ولا شكون اللي ضدك. قسما بالله العظيم. انا عندي سؤال انا الاخوان وجاوبوني. لو كان المغرب دار ديك الشوهه، انا سؤال، لو كان حنا لي الجمهور ديالنا بغى يدخل للتيران، مع العلم انا انت غرمتي الجمهور ديالهم. ها شوف العالم كامل كيتفرج، الجمهور ديالهم تيضرب في عباد الله، تيضرب في البوليس في الامن. وشحال غرمتي؟ غرمتي 15,000 دولار ولا شحال. الجيش الملكي 2 ماتشات ويكلو ما كاينش. ما عقلتيش على الجيش الملكي مع الاهلي، حيت لا في المغرب عطا لمهم المغرب. دابا انا عندي سؤال، لو كان المغرب ديالنا هو اللي دار ديك البلاد ديالنا اللي دار ديك البلبال، الجمهور ديالنا، وحنا اللي هددنا من انسحاب الركراكي قال لهم يلاه خرجوا واخا مع عمرها غادي تكون هادي، حيت ما تيفهمش هو فهمت سوي اون ريستون كلاس، مع عمرها غتكون. تخيل كون الركراكي اللي قال لهم انسحبوا. في نظرك شحال غيستغرقوا ديال الوقت باش ينزلوا على مونا باش العقوبات؟ شحال من دوره ما غنلعبوش؟ وفي نظرك واش اللقب كان غيبقى لينا؟ والله لا بقى لك بالرب، نحلف لك بالله من هنا. عامرة بالانتقادات، محللين، صحفيين وجماهير كاملين كيطالبوا بقرارات عادلة وبتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، حيث كرة القدم الإفريقية خاصها المصداقية وخاصها الثقة، وهذه القرارات للأسف كتزيد تضيعها. الخلاصة، القرارات ديال الكاف ما أقنعتش الجمهور المغربي وخلات إحساس كبير بالظلم، وغادي تبقى نقطة سوداء في هذه النسخة من الكان. الخاتمة، دابا نحبوا نسمعوا رأيكم أنتما. واش الكاف كانت عادلة في هذه القرارات ولا المغرب تعرض لظلم جديد؟ كتبوا آراءكم في التعليقات، وإلى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك باش يوصلوكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.